ريحة رجليهم وحشة وأسنانهم مجلخة. الفنانة سماح أنور بتهين المصريين بسبب يافطة باسم والديها، حاجة غريبة ومش متوقعة. فيديو بث مباشر عملته الفنانة سماح أنور تنتقد فيه المصريين وبتوجه لهم الإهانات. فعلا حكاية لها العجب. بداية الحكاية لما سماح أنور اصطحبت مجموعة من أبناء الفنانين وتوجهوا لوزارة الثقافة وقدموا طلب عجيب وغريب، والطلب مكتوب فيه عايزين موافقة بإن أي فنان يتوفاه الله يبقى من حق أبنائه إنهم يحطوا يافطة على بلكونة الشقة أو أمام مدخل العمارة مكتوب عليها هنا كان يعيش الفنان فلان الفلاني. وبعد كده سماح ومعاها بعض من أبناء الفنانين عملوا مبادرة اسمها هنا كان يعيش. طيب تمام، لحد هنا وكده عادي، مفيش أي مشكلة. فالوزارة وافقت وكتبت على الطلب لا مانع لدينا، ما هو كده كده كل واحد حر في بلكونته وكل سكان عمارة أحرار في عمارتهم. وهوب وفجأة وسماح راحت كاتبة يافطة طويلة عريضة مكتوب عليها هنا كانت تعيش الفنانة سعاد حسين والكاتب أنور عبد الله اللي هم أبوها وأمها عليهم رحمة الله. وسماح راحت لصاحب الشقة اللي كانت باعتها له من كام سنة بكامل إرادتها وقواها العقلية وطلبت منه يعلق اليافطة على واجهة العمارة. وطبعاً الراجل ضرب كف بكف وبسرعة جه في دماغه إن العمارة ممكن تتحول لمكان أثري، وبسبب يافطة زي دي ممكن وزارة الآثار تتحكم في بيته بكرة ولا بعده. فقال لها طبعاً اللي انتي بتقوليه ده كلام ما يخشش العقل ومالوش علاقة بالمنطق ولا حتى بالفلسفة ولا حتى بعلم النفس. سماح هاجت وماجت وبسرعة فتحت اللايف وعملت بث مباشر تقول فيه تعالوا شوفوا الجهل بتاع المصريين. سماح حكت حكايتها العجيبة وقالت بالرغم من إن هيئة التنسيق الحضاري التابعة لوزارة الثقافة قامت بتجهيز اليافطة اللي مكتوب عليها هنا عاشت الفنانة سعاد حسين والكاتب أنور عبد الله، إلا إن صاحب العقار رفض الأمر وهدد المندوبين بتوع الوزارة وقال لهم لو علقتوا اليافطة دي أنا هكسرها 100 حتة. سماح قالت في الفيديو بتاعها إن في فئة من المجتمع المصري مش بتحب الفنانين ومش عايزة يكون لهم أي أثر بعد وفاتهم، نفسهم يمحوهم من على وش الأرض كده. وسماح سخنت في الفيديو وابتدت توجه رسائل شديدة اللهجة للمصريين وقالت مصر فيها ناس جهلة كتير بيكرهوا الفن والفنانين، ده في ناس بتكره الفنانين وبتشتمهم وبتنظر ليهم بطريقة دنيئة، والفنانين عارفين كده بس ده شيء مش بيهمهم لأن الفنان بيشتغل وبيبدع علشان يبسط نفسه ويبسط الناس اللي بيحبوه فقط، واللي مش سعيد بالفن والفنانين يولع بجاز. احنا كفنانين مش بنعمل الفن عشانك، احنا بنعمله عشاننا احنا وعشان خاطر موهبتنا اللي ربنا وهبنا بيها من روحه، انما الناس الجهلة اللي مالين البلد دول مش في دماغ الفنان اصلا. سماح كمان طلبت من خلال الفيديو بتاعها بضرورة إجراء قانوني ضد صاحب العقار وإجباره على وضع لافتة والديها لتكريمهم ولتكريم مشوارهم الفني، وذلك ضمن مبادرة عاش هنا التي توضع عند منازل الفنانين الراحلين تكريماً لذكراهم بالتنسيق مع وزارة الثقافة وأبناء الفنانين. سماح قالت أنا مش بعمل الفيديو ده علشان يوافقوا، لا أنا بعمله عشان الوضع ده ما ينفعش يتساب كده، ما ينفعش حد يسيب التخلف ده في النور، اللي يسيبه يبقى ملوش لازمة في الحياة كلها. سماح وجهت رسالة لأصحاب العقارات اللي بيرفضوا وضع اليافط واللافتات على واجهات عقاراتهم وقالت انتم ايه؟ عايزين ايه؟ عايزين مصر تنطفي؟ عايزين مصر ما يبقاش فيها فن؟ هتفضلوا تبهدلوا وتهينوا في الفنانين لإمتى يا شعب مصر؟ قيمتكم بترموها وتدوسوا عليها وفاكرين هيبقى لكم قيمة. الفن المصري بيدي قيمة للشعب المصري والفنان المصري له قيمة كبيرة، اللي مش عارفها دي مشكلة عنده هو، محدش فاكر مين شتم ايه يا فنان. أما الفنان الحي أو الراحل عايش بفنه وحب الناس ليه، الناس اللي بتفهم في الفن مش الناس الجرابيع. سماح قالت كمان أنا مخنوقة قوي من الناس اللي في مصر اللي روحهم ضلمت، الناس دي ريحتهم وحشة وجايبة آخر الدنيا، شم كده أي واحد منهم هتلاقي ريحته وحشة واسنانه مجلخة. انتهى كلام سماح أنور وطبعا الدنيا هاجت وماجت وما قعدتش، وابتدى رواد الفيسبوك وتويتر واليوتيوب يشيروا الفيديو بتاعها ويردوا على إهانتها للمصريين بكلام من اللي يعجبك تسمعه. والخناقة وصلت لنقابة الممثلين اللي اتسألت من الناس
إزاي عايز تجبر حد يحط يافطة على بيته اللي عايش فيه إن هنا كان بيعيش فلان الفلاني لمجرد إن فلان ده كان بيشتغل ممثل؟ طب ما الممثل ده باع شقته أو بيته خلاص، وأنا اللي بقيت صاحب البيت مش المرحوم. وطبعا الكلام وصل لوزارة الثقافة، وفجأة لقينا الفيديو اختفى من مواقع التواصل الاجتماعي. الفيديو اتحذف، لكن سماح لم تعتذر للبني آدمين اللي ربنا ما خلقهمش فنانين ولا بيفهموا في الفن. ولغاية الساعة دي الناس في حالة هجوم على سماح، اللي من وجهة نظري تستاهل بصراحة اللي يتعامل فيها، لأنها زودتها قوي. ما تنسوش تشتركوا في قناة مصر اليوم على يوتيوب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الأخبار أول بأول.